عزيزي المشاهد الذكر الإناث، اليوم أنا مزبطكم بهاي الحلقة. تخيل عزيزي المشاهد إنه أنت تشوف مرتك أو تشوف خطيبتك ماسكة التليفون وفاتحة وقاعدة بتكبر الشاشة هيك وبتشوف هذا الشاب حليو وقاعدة بتحكي والله إنه هذا الشاب حليو. عزيزي الرجل لا تتضايق، لو إنك أنت مزبط حالك كان هي ما طلعت لبرا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا سمعتوا وانصتوا للقرآن، وإن شاء الله ما تكون عملت تخطي. هذا أصبعك هيك بكسر تعمل تخطي، هاي حسنات، الله يرضى عليك ترجع تاخد حسنات. وإذا عليك فرض قوم صلي لعل الله عز وجل يرضى عنك ويرضيك. ولا تنسى تقرأ لو صفحة واحدة من القرآن، ولا تنسى تدعي لإخواننا المستضعفين في الأرض في كل مكان وضلك مقاطع. وقبل ما ندخل في حلقتنا اعمل لايك. شايف يعني تذكرت للحلقة الثانية على التوالي أنا بتذكر أقول لك تعمل لايك. ما شاء الله عني، هلا بتطلع حلقة ترند بالنص فبيقطعوا سلسلة الحلقات هاي، أنا عارف. المهم عزيز الرجل، بعرف انه الكلام في البداية ضايقك، لانه زي ما بضايقك هو بضايق الانثى اللي معك. وفعليا هاي اكثر جملة بتستفزني، انه انت زبط حالك هو ما بتطلع لبرا. كمية الجهل اللي مضغوطة في هاي الجملة بتكفي انها يعني بتكفي الاردن كلها. يعني بدل ما نحكي عن قلة وفاء الرجل في هاي اللحظة، لا صرنا نلوم المرأة. ليش؟ لانها ما صارت نسخة تجارية من بنات الانستغرام والموديل على الانستغرام. يا عزيز الرجل، اللي لازم تعرفه انه بنات الانستغرام هاي وحدة رأس مالها جسمها. هي اذا بيجيها اعلان بتروح تشترك في احسن جيم، تشترك مع احسن كوتش، وكريمات من عند الركبة لعند الساق، وفي كريم من فوق الركبة لعند نصف الفخذ، وفي كريم من هون لهون، وفي كريم لأصبع الرجل. يا حبيبي هدول مضيعين كل حياتهم على هاي التفاهات. بيجي بقول لك او بيجي بيحكي لمرته، في ناس عندهم المرحلة يعني اقوى، بقول لك اعملي مثلها. طيب انا هون سؤالي، انت ليش عم تتطلع اصلا؟ يعني انت نسيت انه لازم تغض بصرك؟ طب ماشي انت ما بتغضش البصر، طب انت ليش اصلا عم تتطلع؟ مش المفروض اذا انت تزوجت وحده انه تحبها بجمالها كيف ما كانت تكون في البيجامه بفستان بتمشي على الحيط؟ مش المفروض هيك؟ بس احنا لا، صار عنا الحب مش احساس، صار عنا الحب هو مسابقه تجميل، مين الاحلى. صار الزواج مش علاقه، صار عرض ازياء هو. وصار الرجل مو زوج، صار الأخ لجنة تحكيم في ملكة جمال البيت. المنظومة الذكورية علمت الرجل بأنه يقيم المرأة إنها بتستاهل أو ما بتستاهل بلا بلا بلا، مش على شخصيتها بل على إطلالتها. يعني عادي جدا مثلا يجيك واحد يشوف واحدة حلوة يقول لها والله بدفع فيك مهر 2 مليون. ليش؟ لأنها حلوة. طب شوفها ذكية غبية كويسة، كيف شخصيتها، تتعايش معها. لا يا حبيبي، ما هو يعني ممكن نفكر أبعد من الشكل، ممكن بعد إذنكم. بعرف إنه الجمال بيجذب أنا رجل زيكم، بس أنا بحاول قدر الإمكان ما أخلي شهوتي أو نزواتي تتحكم في قراراتي ومشاعري. فلما المرأة تتعب وتربي وتشتغل في البيت وتنهك، وبيجي بآخر اليوم بقول لها أنت ليش ما بتدلعي علي؟ أنت ليش ما بتكوني جاهزة لما أنا آجي على البيت؟ عزيزتي المرأة، ترى أنت دورك جاي، استني شوي، استني بس، خليني هسه أنا مبلوش مع الرجل، لأنه هاي كمان هاي النقطة راح أحكي فيها. طيب يا أخي، هو مين اللي قاتل فيها الدلال؟ مش أنت اللي طالب منها تكون أم لأولادها
أولادك وربت بيت وشيف وممرضة وعشيقة، شو أنت بتفكرها روبوت؟ ارحم. وهون بدي أجي لعزيزتي المرأة، المفروض أنت تحاولي قدر الإمكان بما تستطيعي، ولو تيجي على حالك شوي إنه دايما تكوني بعيونه جميل، لأنه أنت شايفة أنا هاي الحلقة عاملها عشان أنا عارفهم رجال، يعني هدول من نوعي، عارفهم عينهم فارغة، مش كلهم بس يعني الجمال بيأثر فيهم. اعملي اشيين واحد، شو هاي نصيحة، اعملي له اكل زاكي وكوني دائما مرتبة وحلوة قدامه، واترك البيت عادي يعني، جيبي له شاشة التلفزيون حطي له الأكل عليها بياكل، على مسؤوليتي ما عليكي. فهون اللي بيقول لمرته إنه اعملي زيها، هو بالواقع ما بحب مرته، هو بحب الخيال اللي في راسه، بحب الصورة المثالية اللي شايفها في التيك توك والإنستغرام أو بمسلسل تركي عن البنت. بس هو من ذكائه المحدود بينسى إنه هاي بغض النظر وين شايفها بتقعد 3 ساعات ميك اب، 4 ساعات تصوير، 88 ألف فلتر، بينسى كل هذا هو بده إشي جاهز خلص. بينسى انه الجمال اللي بيشوفه هذا مش حقيقي، هذا منتج رقمي. بس هو هذا نفسه شو بده بالعقل لما صارت الغريزة هي الموجه الاول لإله. من منظور علم النفس في فرق بين الاعجاب الطبيعي والنقص النفسي. الرجل اللي بيضل يطلع برا رغم انه متزوج هذا بيكون عنده ادمان بصري مرتبط بالدوبامين، يعني المخ كل شوي متعود ياخد له جرعة نسوان، جرعة من الجديد والمختلف غير اللي عنده، مش من الجميل فقط، من كله بده ينوع. يعني اوكي اللي عندي حلوه وانا بحبها بس خلينا ناخذ لفه ونرجع لك، ماشي ناخذ لفه ونرجع لك. وهون بتشتغل نفس الآلية اللي بتخليك مدمن على مقاطع السوشيال ميديا القصيره او الاباحيه، نفس الآلية هون وهون. فما بيكون الموضوع انه مرته مش حلوه، لا، الموضوع انه هو مريض بالملل، والمجتمع بدل ما يعالجه بحط اللوم على الضحيه. لو انك لابسه زي هاي كان ما تطلعش على هاي، طب انت تجيب لها زي هاي، انت اعطيها وقت زي ما هي عندها 20 ساعة تصوير و80 ألف ميك اب ارتست، لا انا بدي زي النتيجة، يلا تفضلي اعملي زي هاي. اللي بدي اقول لكم اياه انه المرأة مش مرآة لغرور الرجل، هي كيان مستقل لحاله، بس في عقول لحد اليوم مفكرة انه جمال المرأة وجد لخدمته، وهاي العقلية نفسها اللي بتقول لك انه المرأة لازم تضلها مغرية حتى ما يخونها، وكأنه الرجل زي كأنه هيك مربي اسد انت عندك في الدار، لازم كل شوي تزت له 10 كيلو لحمة 80 كيلو لحمة عشان ما يهجم على الجيران. هاي عقلية تشييء المرأة يا اخوان صعبة جدا، بتحولها من إنسانة إلى وسيلة حفاظ. فيعني مو إنها إنسانة تحبه ويحبها، لا، لازم تضل جميلة حتى هي تحمي نفسها من خيانته لإلها. الله، عن جد عبقرية فكرية خارقة. فالرجل لما يتطلع لبرا عنا انت زبطي حالك، زيني حالك يا بنت، ديري بالك على حالك، البسي له واعملي له وسوي له. هسا انا مع انها تلبس له وتعمل له وتسوي له عشان ما اخذش هجوم، يعني وهي لازم تعمل له هيك، لكن حسب قدرتها. طبعا اذا كانت نايطه الحكي لا يشملها، احنا بنحكي على حسب قدرتها، حسب مقدرتها. يعني هي لازم تضل بعيونه حلوه ولازم هو يضل بعيونها حلو ووفي، العلاقه تبادليه، يعني فاهمين كيف؟ لكن المرأة عنا بتضل تسمع هذا الحكي انه زبطي حالك، ديري، لازم ولازم ولازم ولازم، حتى لو هي اللي بتصرف على البيت، حتى لو هي بتنظف البيت وبتربي الاولاد وبتتحمل اهله وقرف اهله معاه، بس ما دام شاف بنت ماشيه من قدامه لابسه قصير فخلص صارت هي مقصره. يعني تلبس قصير وتطلع لك، يعني ايش بدك يا جماعه الخير؟ الجمال هو مو تأمين ضد الخيانه. لو كان الجمال بيحمي من الخيانه ما كانوا اشهر الممثلات واشهر المغنيات والمشاهير انخانوا. هم هدول نفسهم اللي انت بتطلع عليهم وبتخون مرتك بصريا معاهم، هم نفسهم اصحابهم وزوجانهم خانوهم. فالموضوع مو بالشكل، الموضوع بالتربية وبالاخلاق وضبط النفس والضمير. زي ما انت ما بهون عليك تشوف مرتك عم تطلع على حد وتكون معجبة فيه والموضوع بإذيك، هو كمان بإذيها. القاء اللوم على المرأة في هاي الحالات هذا نوع من الاعتداء النفسي المقنع، بيخليها تحس انها اقل، بيخليها تحس انها مش كفاية، بيخليها تحس انه هي سبب غلط غيرها، وهيك بيخلق داخلها نقص مزمن، بيخليها تكره حالها وجسمها ومرايتها وتكره كل إشي. بعدين بيستغربوا ليش في زيادة في نسب الاكتئاب بين النساء المتزوجات أكثر من العزوبيات، لأنها عايشة بدائرة ذنب إلى ما لا نهاية. بدل ما تقول لها اعملي زيها أو هي تشوفك تتطلع على غيرها، اقعد معاها وناقشها واحكي لها شو اللي إحنا ناقصنا، بدل ما تتطلع لبرا تطلع بعيونها مثل ما تطلعت أول مرة. المرأة ما بدها تكون موديل، المرأة بدها
تحس إنها مرغوبة من جوا مش من برا، بدها كلمة حلوة مش مقارنة، بدها شريك في حياتها مش حكم في مسابقة ملكة الجمال. فلكل واحد بيقول اعملي زيها أو ضبطي حالك عشان ما يتطلع لبرا، بدي أقول لك كلمة واحدة: أنت السبب اللي خلى الحب يصير مسابقة والزواج يصير سجن، لأنك اختزلت العلاقة كلها بالشكل. بس خلي ببالك إنه الجمال بيروح بيبهت، ومع الوقت رح تتعود عليه، والاحترام إذا راح ما بيرجع صديقي. الأنوثة مش كحل ولبس وتعري، والرجولة مش نظرات. الأنوثة طاقة والرجولة موقف. وإذا بدك وحدة تضل متجددة كل يوم، حزيزي اشتري لك موبايل وضلك دور، ما تروح تتزوج وتاخد قلب إنسانة. وإنت عزيزتي البنت هيني وقفت معاكي، لكن هسه دور الزوج مثل ما اتفقنا في الحلقة إنه على قدر استطاعتك. اما انك انت تتنايطي، لا، هذا الحكي مش مقبول، لانه لازم هو اللي يدخل على البيت يلاقيكي مبتسمة، بتستنيه تستقبليه بوجه حلو. والله ما بده اكثر من هيك. موضوع العناد وردي وجيني وجبتك وتضل ما بتجيب نتيجة. ما بتجيب نتيجة واحدة الا واحدة بس، هي الطلاق. ما بتجيب نتيجة. فالرجل ما بده منك اكثر من انك تكوني حنونة ولسانك حلو معه وبس. مش ضروري يجي ويلاقي كشتك هالقد وحاطة العباية من هون وحطيتها على كتفك هون هيك وتكون ريحتك، لا، هو بده يرجع. احنا بنحكي على قدر المستطاع. ما بحكي يكون عندك 5 أولاد وهي أصلا يعني إذا عندكم 5 أولاد سكري باب الدار، ما يفوتش باب الدار بكفي. فهمتوا؟ يعني خلي تكون العلاقة بينكم مودة ورحمة وفضل بيناتكم. وبالآخر هذا الإنسان أنت اللي اخترتيه، مثل ما هو بيطلع بتعب برا عشانك، اتعبي أنت جوا عشان. وإن شاء الله عزيزتي المرأة بنعمل حلقة نجلدك فيها هاي المرة، يعني خلي السكور 1-0 للبنات. وبتمنى بدون ما أي حدا يتحسس أو يزعل من كلامي. احنا من هون من الآخر بنحكي معلومات حلوة عشان احنا كنا نتوعى. اللي عنده أي نصيحة حلوة تفيد الطرف هاد أو تفيد الطرف هاد، ما بدنا نقعد احنا في الكومنتات نقرأ شغلات مقرفة، بدنا نستفيد في التعليقات. لو سمحت لا تقعد تحكي تحطوا الحق على الرجل وتحطوا الحق على المرأة، لا، خلونا نكون واعيين ونوعي بعض في التعليقات. عندك كلمة حلوة اكتب لنا اياها تعليقات. بدك تحط الحق على حدا، انا راح امسح تعليقك، لانه الموضوع انا عارف حيجيب وجعة راس ومشاكل. فاذا مسح تعليقك اعرف انه انت انسان محترم جدا. الله يخلي لي اياكم يا رب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم.